تحرص دولة الكويت على الاهتمام بالتاريخ الإسلامي والمحافظة على هذا الإرث ونشر الصورة الحقيقية للإسلام المبنية على التسامح والمحبة. الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016. أنا ابن الفنان محمد عبد الرحمن غالب يلي بلش بهيدي المهنة من سنة 1965. وهيدي المهنة هي عبارة عن نشر وحفر النحاسيات. وهيدي اللوحات نحن بلشنا فيها بما معناه أنه نحن نعمل الفلكلور اللبناني يلي هو عبارة عن أرزة أو بعلبك أو شخص عم يطبخ أو بنت عم تطبخ بير وهيك رسمات فلكلورية لبنانية. ثم طورناها أنه صرنا نعمل شخصيات، صور لشخصيات ويبعثوها للعالم العربي ولأوروبا ولأمريكا. بعدين صرنا طورنا هذا الشغل، صرنا نشتغل بالخطوط، نحفرهم ونشتغلهم ونعملهم ونأرجيهم. وفي شغلات كثير هيدي موجودة بالمساجد. كل لوحة من اللوحات بتاخذ وقت معين نظرا للشغل اللي موجود فيها. أحيانا لوحة صغيرة بيكون فيها زخرف كثير بتاخذ وقت طويل، وأحيانا في لوحات كبيرة ما فيها زخرف كثير ما بتاخذ هالمجهود وهالوقت الطويل. هيدي المهنة أو الصنعة حتى التابلو في بقلبه كذا مرحلة بالعمل. عندك مرحلة الصورة، بعدين مرحلة النشر، بعدين مرحلة التنظيف، وبعدين الزخرفة ووضعه على اللوح الأسود اللي هو من المخنق. هذا كلياته بده مجهود وتعليم، وواحد يكون بيعرف كل هالمهن. يعني ليصير واحد يعرف كل هالمهن بده وقت ليصير يتعلم كيف يعمل كل هالشغلات مع بعضهم. الناس أذواق، الناس بيحبوا تابلو، الناس بيحبوا صندوق، الناس بيحبوا شغلة فوبيجو، الناس بيحبوا بدهم صورة شخصية لهم، وكل إنسان منهم بيحب الشغلة تبعيته تكون مميزة. ونحن دائما عم نحاول إنه نرضي الجمهور ونحط كمان شيء من روحنا فيها حتى كمان تعجبني بالأول. إذا ما عجبتني أنا ما بدي أعالجها.
أنا بنصح الشباب يتعلموا هيدي المهنة، وأنا حاولت هيديك اليوم بحكي مع بعض المختصين هون إنه إذا كان في شيء مدرسة بيروح أنا بعلم الشغل فيها هيدي، وبيعتبروها الشباب من الفنون يلي هي بأوقات فراغهم يعملوها. أساساً هيدي المهنة الوالد لما بلش فيها كان يشتغل بالمجوهرات والذهب. الذهب مكلف، نزل فيها للنحاس وصار يطور هذا الشغل تبع النحاس. يلي بده يشتغل فيها بده يعتبرها مثل ما حكيت أنا إنه هواية، وبالتالي هيدي اللي بده يطورها بده يكون عنده شوية أساس بالعمل اليدوي، لأنه بتطلب على عمل يدوي وبتطلب على عمل فكري وعمل فني بالنهاية. لأنه أي شغلة إذا كان ما حطيت شيء من روحك فيها بتكون بالاخر بتطلع معه شقفة نحاسي، بينما لما نحن بنشتغل فيها وبنطلع فيها بتلاقيها مثل ولد من اولادك، لكل قطعة موجودة بين ايديك. عمليا شغل النحاس هو اكثريته شغلات مجسمة موجودة بالعالم العربي، ومشهورة هيدي فيها لبنان، مشهورة فيها سوريا، مشهورة فيها مصر أكثر شيء كمان من المشهورين بهالموضوع هيدا، موجودة بالمغرب، موجودة بتونس، بس كشغل من شغلنا لحد هلا ما حدا يعني عمله، خاصة قصة الحفر بالأقلام تبعين اللي يستعملوهم مع المجوهرات، هيدي ما حدا دخل نحاسيات مع أعمال بتطبق على المجوهرات. بتمنى انه هيدي المهنه ما تموت، وان وجد لها ناس يزوروها، وانا جاهز اني اعلمهم وكون بخدمه الوطن العربي لنطور المهن الموجوده بين ايدينا. تحرص دولة الكويت على الاهتمام بالتاريخ الإسلامي والمحافظة على هذا الإرث ونشر الصورة الحقيقية للإسلام المبنية على التسامح والمحبة. الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016.